ورجعنا من جديد في الحكاية ايه، ومعانا النهاردة قصة نجاح من قلب مدينة دمنهور. حباش ام حسن اللي قدرت بخلطتها السحرية حباش ام حسن انها تتربع على عرش الاكل الشعبي المصري الاصيل، من محل بسيط في وسط السوق لاسم مشهور في كل بيت. هنعرف حكايتها مع الشيف محمد الجمل، وازاي حولت السمنة الفلاحي والحباش لترند وتاريخ وتراث. الله يخليك. اهلا بحضرتك يا استاذ اهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الله يخليك واهلا بالساده المشاهدين، ويا رب اكون ضيف خفيف كده على قلبكم. ايه الحكايه ورا اسم الحباش ام حسن؟ حباش ام حسن دي اكله مشهوره في مدينه دمنهور، محدش يعرفها في باقي المحافظات غير في مدينه دمنهور بس. بقى ده بس احنا زي طنطا مثلا مشهور فيها حب العزيز، دمنهور مشهوره بالحباش ام حسن. حباش ام حسن احنا اختصرناها باسمنا عشان لقينا في ناس بتقلدنا بقى، والناس بتقلد الاكله وبتعمل اكل عندها في محلاتها. وهي ام حسن كانت متخيله ان هيحصل فيه ترند وهيبقى بالشكل ده؟ والله الحمد لله احنا ما كناش بنسعى للشهره ولا بنسعى للترندات والكلام ده، هي بتيجي من عند ربنا. احنا طبعا اشتغلنا واجتهدنا، ودي اكله اجدادنا اساسا، احنا اللي مخترعينها. اكله ابو الجد والجد وابويا وانا. ايه بقى الحباش ده عباره عن ايه؟ الحباش دي اكله شعبيه بسيطه، حاجه كده زي كنوع من انواع المقبلات، بتتحط جنب الاكل، بتتاكل جنب اي حاجه، بتتاكل جنب مثلا عامله سمك مشوي، بتتحط جنب بابا غنوج كده وتتاكل معاه. الشعب دمنهور ومدينه دمنهور كلها بتحب. وفي خلطه كده البورسعيديه بيحطوها على السمك. هي دي؟ لا مش هي دي حاجه ثانيه خالص. دي حاجه دي حاجه ثانيه خالص. احنا كشعب دمنهور بقى ومدينه دمنهور كلها بنحب الاكل الحرش، الاكل الشعبي البسيط اللذيذ ده. طبعا فبنحب نجيب ما ايه، نعمل شويه فول بتخديعه، بطاطس محمره، حته جبنه. يعني الحباش ده يتحط جنب الاكل؟ جنب الاكل كنوع من انواع المقبلات، او بيتاكل لوحده عادي كاكل اساسيه. اكل اساسيه؟ اكل اساسيه. حتى في رمضان، في رمضان عباره عن طماطم وكمون وملح وفلفل وكده. هقول لك المكونات بتاعتها، بس هي الوجبه الاساسيه على الطبليه في شهر رمضان. ديت يعني اكله جميله جدا مفيده، ما فيهاش ضرر حتى لاخواتنا المسيحيين، للاطفال، لكل حاجه. سعرها اقتصادي جدا بسيط، بيبدا من 5 جنيه، سعر الكيلو 120 جنيه. هو في حاجه ب 5 جنيه؟ هو في حاجه ب 5 جنيه؟ انتوا بتبيعوها ب 5 جنيه؟ ما هي البركه. لا ده احنا نجيب دمنهور بقى. احنا بتنور الدنيا. الله يخليك. احنا ماشيين بالبركه. مكونات الاكله دي سهله وبسيطه خالص، اللي يشوفها سهله وبسيطه، بس مش اي حد يعملها، لان هي لها صنعه وحرفه والنفس، اهم حاجه النفس. مكوناتها بتتكون من طماطم مبشوره وبقدونس، بنضيف عليها ملح، كمون، بهارات، شطه حمراء حسب الرغبه. في خلطه اللي هي خلطه الحباش البودره، دي خلطه بتاعتنا، خلطتنا السريه، محدش يعرفها اساسا غير ان احنا يعني ملح وكمون. ملح كمون بهارات. اسمعوا عشان تعملوها. ملح كمون بهارات شطه. الحباش البودره. حباش بودره ده عندكم برضو؟ مش عندنا ولا لازم؟ لا عندنا احنا، بس احنا مختارينه ومحدش يعرف. لازم عندك انت في عندي انا بس. دي خلطه طبيعيه، الياف، بهارات والكلام ده، وبيتضاف لها كمان الطحينه الحمراء. الطحينه الحمراء ده سمسم احمر. ايه الحمراء دي؟ احنا عندنا طحينه بيضاء. انت عندك الطحينه البيضاء. الحمراء دي بقى في دمنهور بس؟ لا موجوده في دمنهور. بتحطوا لها ايه لون؟ لا مش لون، هي ده سمسم صافي. سمسم احمر بيجي من الصعيد اسمه ديل الجمل، وسمسم بيستوردوه من نيجيريا. سمسم بقى بيستوردوه من نيجيريا. ده سمسم احمر عادي، مش في سمسم ابيض. نفس السمسمه دي، بس هي لونها محمر شويه. فبينزل احمر بقى. بينزل الطحينه لونها غامق. يعني مفيش لون؟ لا مفيش لون، ده كلها طبيعي. ما شاء الله. وبيضاف لها الطحينه الحمراء، فبنقلب كل المكونات. انت جوعتني على الحباش ده من غير ما فبنقلب كل المكونات دي، وبنضيفه احنا 3 حاجات اساسيه: خل، توم، ليمون. خل، توم وليمون، فصين توم، ليمونه، معلقه خل، مع بلح جوز الطيب، وده اختياري. بتقلب كل المكونات دي، بتطلع لك الحباش اللي اسمه حباش ام حسن. ده نوع من انواع المقبلات، بيتحط بقى جنب، بيتاكل مع اي حاجه، ورقه لحمه، سمك مشوي، عامله اكل شعبي. الله. رايح في اي حاجه. الصلاحيه بتاعته طبعا عشان هو حباش جاهز وطماطم والكلام ده، لمده يوم في الحر، يعني من ساعتين 3، يعني يتعمل طازه فريش ويتاكل. في الشتاء طبعا بيقعد 2 3 في قلب الثلاجه. اكله خفيفه على المعده، جميله، كل اللي يدوقها بيجي لها من اخر الدنيا. وانا عندي ناس بيجي لها من القاهره ومن اسكندريه، من جميع محافظات مصر، عشان ياكلوا الاكل من عندنا. الشيف محمد الجمل، حضرتك راهنت ازاي على ام حسن انها هتقدر يعني تنافس الناس دي كلها، ويبقى يعني ازاي انت يعني واثق انها والدتك وبتعمل اكل حلو، ولا يعني ايه حضرتك خدت المنهج بتاعها؟ لا بص حضرتك، الفكره كلها جت من عند ابو جدي. ابو جدي من احنا بنتكلم من 100 سنه ورا.
نبوي جدي وجدي وابويا، في ناس عاشت كان هم عندهم الوصفه دي. الوصفه دي هم اللي بيعملوها، وهم بس المختصين بيها. والدتك يعني بقى هي ام حسن اللي قالت لك عليها؟ والدتي لا، انا طبعا مدرستي، كانت مدرستي الابتدائيه كانت في السوق، في وسط السوق، يعني في ريح المحل عندنا، واطلع من المدرسه واروح اقف معاهم في المحل، اطلع من المدرسه واروح اقف معاهم في المحل. ما حدش كان يعرف الاكله دي غير هو في المحل ده اسمه الحباش؟ اسمه حباش ام حسن. حباش ام حسن، اسمه حباش ام حسن. ما حدش يعرف دمنهور يروحوا لحباش ام حسن. يعني الحمد لله بقينا يعني اشهر محل في مدينه دمنهور دلوقتي. نزلي دمنهور بس واسالي على حباش ام حسن، 1000 مين هيدلك. فاحنا طب ايه مشهورين بالزبده البلدي؟ ما انا بقول لك، ما هحكي لك القصه. اتفضل اتفضل. فاحنا المحل عندنا كان مقتصر بس على الحباش والكلام ده، فانا لما مسكت الاداره قلت طب من ننوع شغل ونزود شغل جديد، لان الاكله ديت ما حدش يعرفها غير في مدينه دمنهور بس. فاحنا احنا بقى كجيل رابع وكعصر السوشيال ميديا والكلام ده، طالعين نقول للعالم كله لا، ان في اكله في مدينه دمنهور اسمها حباش ام حسن، لازم تاخد اكلات، لازم تاخد حقها على مستوى الجمهوريه كلها. ومين اللي اخترعها؟ لان في ناس عاشت وماتت وتعبت وشقت عشان خاطر توصل المعلومه والاكله دي للناس. فالناس ديت التاريخ ما ذكرهمش. احنا طالعين جديد، لا دي بتاعتنا وموجوده في مدينه دمنهور، واي حد بياكلها ما ينساهاش. ده ترند، ده ناس ممثلين بيروحوا الحمد لله. لا والاقبال الشديد عندنا في دمنهور. يعني في رمضان بقى بتلاقي صفوف وعندكم طوابير. طوابير، ده ابعت لك فيديوهات هتشوف المنظر. يعني ده شديد، تاخدي من عندي بس يعني كيلو حباش ولا نص كيلو حباش ولا ب 10 جنيه، بتقفي بالربع ساعه ونص ساعه من ضغط الشغل. الحمد لله في مدينه يعني في رمضان. ليه؟ ده رمضان بيحب الاكل الحرش، الاكل الشعبي، وهي اكله تفتح النفس. يعني انت زهقانه مش عارفه تاكلي ايه ومش عارفين، فبتجيبي شويه حباش بيفتح نفسك على الاكل، بتسيبي اللحمه والفراخ والسمك جنبينك محطوطين على الطبليه وبتاكلي الحباش ده من حلاوته. ازاي الحباش ده بقى ترند؟ وصل انه بقى ترند؟ ايه السر؟ والله انا الاول ما كنتش بسعى للشهره ولا بتاعه الرندات ولا الكلام ده، فانا قلت انا عندي نعمل صفحه ونشتغل عليها، ربنا يرزقنا مثلا. صح نشتغل، عايز ناكل عيش، انا عايز نشتغل بالحلال. طب في مدينه دمنهور وبتاع، فرحت جاي عامل صفحه اسمها حباش ام حسن بمدينه حباش ام حسن بدمنهور. اختصينا دمنهور بالاكله لان هي اكل دمنهور وحباش ام حسن واحد. وبدات نشتغل عليها. لما عملت فيديو الحباش، الفيديو فرقع مع الناس، اللي الناس كلها مش عارفه ايه هو الحباش، فكله بقى يسال. فاللي ما بيشوف الاكله في الوصفه ويشوف الفيديو لا لازم عايز يجرب، ريقه يجري عشان فازت حار بلدي وفيها ليمون وفيها بتاع. انت جريت ريقنا منين؟ ففي ناس بتكلمني بتقول لي طب هي شبيهه لبابا غنوج، شبيهه للفو، شبيهه للمش، مالهاش علاقه بالكلام ده، دي اكله لوحدها، حاله لوحدها. عشان كده بنقول عليها دي الهرم الرابع في الاكلات الشعبيه، خلاف الفول والفلافل والكشري. دي الاكله دي الهرم الرابع في مدينه دمنهور. وطبعا في جمله مشهوره احنا بنقولها، لو الجيزه فيها 3 اهرامات فحباش ام حسن الهرم الرابع. الله الله الله. لا ده ان شاء الله نيجي ندوقها باذن الله. ربنا يخليك، باذن الله. الله يخليك. فكره الزبده بقى والسمنه الفلاحي. اتفضل. انا لما جيت نشتغل وعايز نزود منتجات، قلت لما نزود المنتجات الفلاحي، لان في ناس بتعمل جمعيات بالسنه، وفي ناس عايزه الدكتور مخصص لها سمنه بلدي مالهاش دعوه بالهولندي والقصص دي. نكتشف ان يعني 90% او 85% اللي موجود في قلب السوق كله مضروب. خليط يحطوا سمنه بلدي عليها شويه اضافات كده والكلام ده. حتى الزبده ذات نفسها مش اصليه على فكره. لحد دلوقتي اوعى تقولوا مصريين بقوا ما بيجيبوا، لا لحد دلوقتي في عندي والدتي وحماتي الله يرحمها معلمانا ازاي نعرف نسيح في السمنه ونجيب المرته ونجيب القشطه. اوعوا تفتكروا مصريات. لا مصريات لا مش احنا بنعرف نسيح. يعني احنا مثلا متعودين على الاكل ومتعودين على المرته والحاجات دي، متعودين على المرته والسمنه البلدي اللي هي البلدي اصليه، اللي احنا بنجيب اللبن وبنعرف لو مغشوشه واحنا بنشم ريحتها واحنا بنسيحها، بنعرف انها مغشوشه من الجخره بتاعتها بالظبط. احنا هنا بقى بنكتشف المنتج من البدايه. بنجيب اللبن نحطه في قلب طاجن فخار، نروب اللبن. انت عارفه طبعا ترويب اللبن، وناخد الوش بتاعه ده بنخضه يطلع لي الزبده دي الاصليه اللي محدش يقدر ملاش يعني ايه، ملاش بديل. لا طبعا. لما نحط لها اضافات والكلام ده، بناخد الزبده دي بنسيحها، نطلع منها سمنه فلاحي ونطلع منها المرته. وعامل سعر اقتصادي جدا. انت لو سمعت لك على سعر الكيلو السمنه الفلاحي عندنا بكام، هتقولي لا احنا عندنا اغلى بكده بكتير. لا والنبي يقول كده. طب انا عامل الوقه كيلو وربع. الوقه يعني عشان طبعا بشتغل منتجات فلاحي فلازم مش هقول بالكيلو، بقول بالوقه. الوقه دي برطمان وزنه كيلو وربع، ببيعه ب 400 جنيه الجاموسي و370 جنيه البقري. سعر اقتصادي. سعر طبعا. ليه؟ لان عندي هنا الزبده بتطلع لي سمنه وبتطلع لي مرته.
أيوة. كيلو الزبده الاصلي بيطلع من 700 ل 750 جرام سمنه مع حته مرته. في شغل تاني بقى اللي هو ايه المنتشر والناس كلها شغاله فيه، اللي هم بيحطوا ده على ده على ده. في فرق طبعا ما بين سفاح القشطه، عارف حضرتك سفاح القشطه، وما بين الزبده اللي طالعه من وش الطاجن. طبعا فرق كبير وطعم رهيب جدا. يا سلام على البيض. على البيض تعملوا بالسمنه دي طبعا او القشطه اللي من فوق دي. لا في الشتاء موضوع تاني، طبعا. لا السمنه مع البيضه مع العجوه وطشه الملوخيه. لا هي لازم سمنه مع شويه الرز برضو. ايوه طاجن الرز معمر. لا بتلاقي الدنيا معاكي مختلفه تماما. طيب الناس في منطقتك استقبلوا مشروعك ده ازاي؟ احبطوك ولا يعني كانوا لا في البدايه كان تريقه. في البدايه كانوا تريقه، يعني مثلا كنت يعني عارف حضرتك انت بتصوري في مكان مثلا عايز تاخدي فيديو ولا تعمل الكلام ده، بتبقى انت من جواكي محروجه اللي الناس تبص وتبص عليك. ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ لا احنا بقى لما نرفع فيديو ونيجي نصور بسم الله ما شاء الله المنطقه عندنا عشان حي شعب وسوق، بنلاقي مثلا اللي بيرمي كلمه كده ايوه شيف شربيني، ايوه مش عارفين ايه، شغل تريقه. بس الحمد لله كل الكلام ده احنا ما التفتش ليه. ما حدش شجعك خالص؟ ما كانش في حد بيشجعك؟ لا والله كان في ناس كده كانوا بيشجعني واحده واحده وبتاع، وانا لا والكومنتات بتاعت الناس ليا دي اللي بتديني حافز ان احنا ايه نشتغل ونعمل اكتر والكلام ده. وصفاتي كلها مثلا على الميديا كلها اكلات بسيطه. ليه؟ لان مثلا مش عايز اروح اعمل لك اكله بتكلف 2000 جنيه، انت راجل بسيط، انا عايزك تكون تجرب الاكل اللي احنا بنعمله. انا عايزه ادخل بقى اشوف انا اكلات كل حلوه دي. عينيا الاثنين ان شاء الله باذن الله. يعني انا قلت مثلا نستغل لان نقدم محتوى اكل بسيط، سلطه الطحينه، سلطه الجبنه، الطحينه الحمراء اللي انا عايزه حاجه اطعم من الطحينه البيضاء. هي اطعم من الطحينه البيضاء بس مختلفه طعمها ولا مختلفه طعمها؟ لا مختلفه طعمها. مختلفه طعمها لان الطحينه بتعملوها برضو ميه وخل وتوم. لا حاجه دي لا الطحينه الحمراء ليها استخدامات ثانيه غير الطحينه البيضاء. الطحينه البيضاء تحط عليها الميه او الزبديه مع الخل والثوم والليمون والكمون بتعمل سلطه الطحينه عادي. أيوه. انما ديت لا ما تتعملش الكلام ده، لو عملتها بالطريقه دي مش انت ذات نفسك مش هتحبيها. دي ممكن تخش على بابا غنوج، ممكن تخش على سلطه الجبنه القديمه، على الحباش، على الفول. لها تعدد استخدامات. واهم حاجه الطحينه تكون سمسم صافي، ما تكونش مخلوطه ولا عليها اضافات ولا الكلام ده. سمسم صافي هتحس بطعمها وانت ذات نفسك هتحبيها. هي موجوده في دمنهور وفي رشيد وفي الصعيد موجوده، بس مش منتشره في باقي المحافظات. ازاي بقى بتوفر السمنه البلدي يعني في احنا عندنا في محافظه البحيره كذا سوق. احنا بننزل الاسواق مثلا، معانا فريق بينزل الاسواق مثلا. انت كمان اسعارك رهيبه تنافسيه يعني مش ممكن. حقيقي اسعار تنافسيه. ما اصل احنا يعني والدي معودنا ان احنا اساسا ناخده في حاجه 5 جنيه و10 جنيه في الكيلو، ما بناخدش 50 60 جنيه. ما هنا في فرق. في فرق في السعر، ما تشكش في الجوده اللي عندي غير لما تجرب. دلوقتي في كتير بيقلدوك حقيقي. بتعمل معاهم ايه؟ هعمل معاهم ايه وما التفتش ليهم؟ ده يقول لك ان انا ناجح، ده شهاده نجاح طبعا. ده شهاده بس نجاح. يعني احنا توعي الناس منهم على الاقل. قول لنا يعني هنعرفهم منين؟ ولا هو لازم هو بس نيجي عندكم لكن انتوا ما بتبيعوش مثلا في فروع او في حاجه؟ لا ما ببيعش فروع، ببيع عندي في المحل وببيع اونلاين. ببيع عندي في المحل وببيع اونلاين. فبالنسبه للناس اللي بتقلدنا فاحنا اساسا اشتغلنا واجتهدنا وبنقدم جوده. يعني دلوقتي يعني انا من جوايا لا ما فيش منافس، يعني بلا منازع وبلا منافس. هو ده سر وصولك للمتابعين. سر وصول المتابعين ده بقى عندهم امان فيك الحمد لله والثقه. اهم حاجه والثقه، لان النهارده الفلوس ما بتجيش غير بقطع القلب والغلب. الوصفات البسيطه اللي بتقدمها كمان يعني عملت ضجه جامده جدا. الحمد لله. ما هي البساطه انها بسيطه جدا وطعمه جدا. البساطه حلوه وسعرها خيالي. لا البساطه حلوه. البساطه جميله جدا في كل حاجه. لا بنعمل حاجه واو ولا نجيب لك نعمل لك مثلا اكله تتكلف 2000 3000 جنيه، ما انت معاش يبقى انا بكتك على حالك ليه؟ ما انت ظروفك برضه مش احسن حال. فاحنا بنخاطب ناس معينه، ناس اللي هي متوسطه الدخل، الناس المغتربه اللي عايزه تعمل اكله ومش عارف تعمل ايه. عملت لك صينيه بطاطس، صينيه سمك، ورقه لحمه، عملت لك كفته بربع كيلو كفته خليته لك نص كيلو. خلطات كلها سهله وبسيطه في اي متناول اي حد ممكن يعملها، عشان احنا حتى ناخد الدعوه. وبعدين في حاجه حلوه، يعني هي دي سبب اننا يعني اتشهرنا وسبب الرزق اللي احنا فيه. في كل فيديو لازم نطلع نقول اهم حاجه الصلاه على النبي. ايه الصعوبات اللي واجهتها عشان توصل للمرحله دي حضرتك؟ لا صعوبات كتيره قوي ما تعديش، اكتر من 5 سنين محاربه. ناس بتحاربني ناس بتحاربني، مش عايزين نقف على رجلي، مش عايزينك نشتغل، مش عايزينك تبقى كويس،
عايزينك تفضل مديون ومحلك فاضي كده ما فيهوش اي بضاعه خالص. في كل مكان التحدي في كل ده مكان التحدي ده. معلش يعني احنا واقفين ما فيش شغل وبتاع وما فيش بضاعه عندي ومش عارف نجيب بضاعه وما فيش سيوله اللي انا ممول المحل عندي. فبينزل مندوب جديد لسه اي شركه بقى، شركه زيت، شركه سكر، شركه مكرونه، اي حاجه، فبيعدي عليك يقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا، فانت بتطلب منه اوردر، والاوردر على 30 يوم او 15 يوم على حسب الاتفاق ما بيننا وبين بعض. المندوب يمشي من عندي يخش عند جاري يطلب منه اوردر تاني يقول له خلي بالك من المحل ده اوعى تدي له بضاعه، ده بياكل فلوس، ده مش عارفين ايه، ده حتى محله فاضي. فالمندوب يخاف، والناس دي موجوده وعايشه. فتخيل انت كده اكتر من 5 سنين، اكتر من 5 سنين كل ما مندوب ينزل السوق يجيب لك بضاعه وتتفق معاه يروح عند واحد تاني يقول له كذا، ما تدوش بضاعه، اصل ده حكايه، ده الروايه، ده بتاع، مش عايزينك تشتغل ولا عايزينك تقف على رجلك، عشان انت هم عارفين ان انا طول عمري هم عارفينك هتنجح فخايفين الحمد لله. لا انا سبت حمول على ربنا، بصيت قلت يا رب هي مشكلتي دايما اعداء النجاح تعرف على طول انك ناجح، تلاقي في اعداء نجاح تعرف انك لا الحمد لله. وهم كانوا بيتريقوا عليا في البدايه ودلوقتي لا بيقلدوني بيقلدوا كل حاجه، اي حاجه بعملها. انا عايزاك بقى تنصح كل بنت لسه بسيطه بتتعلم ازاي تعرف ازاي السمنه البلدي دي يعني اصلي ولا مخمومه، تعمل ايه؟ اختبار بسيط ولو ولا لازم تشم وتعمل بقى اختبار في عده مراحل. اول مرحله قلت لك الشم. هل من لونها؟ لا مالهاش علاقه، هي باللون لازم يبقى برضه حلو بقى، مش لونها لازم بيضه قوي. لا البيضه قوي لا تخافي منها. البيضه قوي يبقى فيها تخافي منها ان هي لونها اللي هو ايه، لا بين الابيض وبين البيج كده. ده لونها الطبيعي. وطبعا في فرق ما بين الزبده في الشتاء والزبده في الصيف، انت عارفه الدسم في الشتاء غير الصيف، والزبده الخضراء بتبقى موجوده في قلب الشتاء في عز طوبه، لان الخزين كله في طوبه. تمسكي الزبده تشميها وتشوفيها وتدوقيها، تاخدي حته زبده وتنسيها كده في طرف حنك، لكن هي جرت معاكي وزرعت تعرفي ان هي اصليه، جلمطت تعرفي ان هي فيها مواد دهنيه، فيها اي حاجه، تكسريها 2 وتشوفي اللي في القلب هو اللي في القعر ولا لا. ثالث حاجه في التسييح، تحطيها على النار، فارت معاكي الزبده تعرفي ان هي اصليه كلها لبن. لو ما فارتش وقعدت تعرفي ان هي مضروبه مخلوطه، وهي بتفور هتشم ريحه لبن، هتشم ريحه خير، هتشم ريحه سمنه. في مرحله الفصلان لازم تمسك شويه عشان خاطر تخرج السمنه وتخرج المرته، كل الكلام ده على نار وسط مش نار عاليه عشان ما تشيطاش معاكي، وتطلع المرته وتشوف المرته معاكي. بعد كل ده بتفضيها، تفصلي طبعا السمنه من المرته وتغطيها وهي سخنه نار وتسيبيها وتدفيها كده لمده تاني يوم. يا سلام، صح كده؟ طبعا تفتحي تاني يوم تلاقي السمنه معاك كلها مختومه مرمله وزي الفل. تعرف شمي بقى ببرطمان تدوقي، تاخدي منها معلقتين على حته بيضه على حته عجوه، شوفي القدحه بتاعتها على النار، هنا تكرري حلوه ولا وحشه. احنا سعداء بيك النهارده جدا وبحباش وكمان حسن وكلنا نروح دمنهور وندخل على عنده صفحته. تسلمي ربنا اسمها حباش ام حسن. حباش ام حسن بدمنهور على اليوتيوب على الفيسبوك على التيك توك موجوده. بالظبط. طبعا احنا قلنا احنا برضو ضفنا حاجات جديده في الموجوده في المحل اللي ضد النحافه زي المخدوم الفلسطيني. لما نروح لسه على لازم نختم عشان الوقت. هنختم اهو هنختم. اتفضل. في المخدوم الفلسطيني ده الكيلو بره عامل 1400 جنيه، انا ببيعه سعره تنافسي ب 700 جنيه، كله مكسرات وعسل سدر جبل وعسل نحل والكلام ده. والمفتقه، عارفه المفتقه اللي هي الحلبه المعقوده بالسمنه البلدي دي بتخن، دي بتخن. دي الناس رفيعين بقى يعني اهم حاجه تصلي على النبي. هنجي لكم ان شاء الله. انت تنوري الدنيا. سعيد جدا وعرفتنا حاجات مهمه جدا لكل ست بنت وبنت لسه بتتجوز. بدأنا نهتم بكل منتج عندنا لحد ما بقينا زي ما قلت لك بلا منافس وبلا منازع. بتبيع الحاجه وانت راضي، لان كل جنيه هيخش لي من زبون ضحكت عليك مش هيخش لي كويس، لازم اخش على بالخراء. بالتوفيق يا فندم. الله يخليك. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من الحكايه ايه اللي عشنا فيها مع قصص ملهمه وناس كافحت عشان تحلم وتنجح، سواء في حكايات بيوت او تحديات بتواجهها. يفضل الامل هو المحرك الاساسي لينا كلنا. بشكركم على متابعتكم الغاليه، واستنونا الحلقه الجايه والحكايه ايه مع نهله عباده. السلام عليكم.